ايه ده؟ ازاي تدخل على المكتب كده؟ ما هو مش عشان في ذكاء صناعي تقتحم خصوصياتي. اتفضلوا بعد اذنكم. افرضوا كنت يعني خلاص تعالوا بعذر. حس كده نتكلم بقى على الذكاء الصناعي. شفتوا الدخله؟ قعدت افكر فيها شويه. طيب الذكاء الصناعي هيغير حاجات كتيره في حياتنا الفتره الجايه، وقدم خدمات كتيره جدا هنتعرف عليها كلها النهارده. دلوقتي في انظمه ذكاء صناعي للكتابه والابحاث والتقارير الماليه والكوبي رايتنج والبرمجه وتصميم الجرافيك وتصميم المواقع والساوند تراك والاغاني والصوت والفيديوهات والصور. حتى لو في حاجه ما تعرفهاش اساله عليها هيرد عليك كانه واحد صاحبك. وحاجات تانية كتير، وخدماته بتكتر وبتكبر وكل يوم بتظهر حاجه جديده. انا عارف ان اخر واحد بتكلم في الموضوع ده، بس صدقوني ده احسن وقت اتكلم فيه على الذكاء الصناعي. حلقه النهارده هي خلاصه استنتاجي ودراستي للذكاء الصناعي طول الفتره اللي فاتت. انا بقالي فتره بدرس الاي اي، كنت براقبه وبشوفه بيتصرف ازاي ومتابع الجديد. في فيديو النهارده هنعرف كل حاجه تخص الذكاء الصناعي وايه الخدمات اللي بيقدمها، وهنعرف ايه التطورات الجديده وتوقعاتي المستقبليه، واقول لكم على شويه نصايح عشان نكون مستعدين لكل الاحتمالات وازاي نقدر نتعامل مع الواقع ده في المستقبل. خلينا احكي لكم قصه من الاول. من حوالي 8 سنين تحديدا في سنه 2015 قدر مجموعه من مطوري الذكاء الصناعي والماشين ليرنينج انهم يطوروا تقنيه بتخلي الكمبيوتر يتعرف على العناصر اللي موجوده في اي صوره ويوصف محتوى الصوره بشكل دقيق. وكمان عملوا نماذج لغويه انك تكلمه ويرد عليك، وكانوا مدكنين التقنيه دي ومخبيينها لحد ما تكون عندهم قاعده بيانات ضخمه جدا وبتكبر وبتتطور وما زالت لحد ما اطلقوا خدماتهم رسميا في الكام سنه اللي فاتت. وهل علينا الذكاء الصناعي بالنسبه لنا احنا بقى ومع كل شيء جديد؟ في البدايه الناس واخده الموضوع بسخريه وهزار وعدم الاهتمام والانكار، وبتختلف الاراء بين المؤيد والمعارض. اللي بيقول ان مفيش حاجه تحل مكان بني ادم وان دي حاجه قايمه على المشاعر والابداع والدماغ، واللي بيقول ان احنا في خطر وان مهن كتير هتختفي وان الذكاء الصناعي يستبدلها. جمله مفيش حاجه تحل مكان بني ادم دايما بتتقال مع اول ظهور لاي اختراع جديد. اي حاجه جديده الناس بتخض، وده حصل لما اخترعوا الاله الحاسبه لما اخترعوا الكمبيوتر. الناس افتكرت انها تقعد في البيت. طيب خليني اقول لك احنا لازم نتعامل بموضوعيه وجديه في موضوع الذكاء الصناعي، لانه فعلا داخل في كل حاجه في حياتنا سواء شئت ام ابيت. ومع الوقت بيتطور وبكره هيبقى مطلوب في سوق العمل، وهتلاقيه في كل البرامج اللي هتشتغل عليها. انا شخصيا بستخدم الاي اي في شغلي واستخدمته في فيديو النهارده. يعني مثلا اقدر اكبر حجم الاستوديو بالشكل ده واغير في شكله زي ما انا عايز، وحاجات تانية كتير تقدر تعملها بالذكاء الصناعي. خلونا بقى نتعرف على خدمات الذكاء الصناعي اللي موجوده حاليا، ايه الخدمات القويه اللي تستاهل نعرفها، وايه الحاجات اللي عملت ضجه على الفاضي. رقم 1 ميد جيرني. الفكره بكل بساطه انه من خلال كلمات مفتاحيه او وصف تكتبه عن اي حاجه تتخيلها، الذكاء الصناعي من خلال قاعده البيانات اللي عنده اللي بتحتوي على ملايين الصور هيدمج لك الصور دي ويطلع لك التصميم اللي انت عايزه. وعشان تحصل على افضل نتائج لازم تكون دقيق وواضح في الوصف. ولو حسيت انك تايه ومش عارف تكتب ايه، تقدر تدخل هنا على اكسبلور وتشوف هما كاتبين ايه عشان تاخد فكره. وعشان نعرف نستخدم الموقع ده لازم يكون عندنا اكونت على الديسكورد. هو بيشتغل من خلال بوت من برنامج الشات ديسكورد، بيدي لك 25 صوره مجانيه كفتره تجريبيه بعد كده باشتراك. انا قعدت العب بيه شويه وطلعت صور حلوه قوي، وطلبت منه يحول لي صورتي الى ستايل كرتوني، والحقيقه انه طلع نتائج حلوه. في مواقع تانية بتقدم نفس الخدمه زي ليوناردو دوت اي اي، ده بديل لميد جيرني وسعره اقل. هو بيدي لك 150 نقطه كل يوم، الميزه فيه انه متجدد ونتائجه قويه زي ميد جيرني. وكمان موقع اسمه بلوويلو كان الاول مجاني لكن دلوقتي بيدي لك 40 صوره يوميا. وادوبي فايرفلاي قوي جدا برضو. واخيرا دالي، بس نتائجه ما عجبتنيش، ميد جيرني احسن منه. وفي تطبيقات كتيره جدا على الموبايل نزلت دلوقتي بتطلع نفس النتيجه. الخدمه اللي بتقدمها المواقع دي قويه جدا ومفيده في شغلنا. خلونا نتكلم المنظور المعماري بتاعنا. في 3 سيناريوهات نقدر نستفيد من التقنيه دي ونستفيد منها في عمليه التصميم. اول سيناريو استخدامه في مرحله الكونسبت. مع بدايه اي مشروع بيكون في بالك افكار كتيره جدا ولسه مفيش رؤيه واضحه لمشروعك ومش عارف تبدا منين. انت دلوقتي عندك اداه تقدر ترتب لك الافكار دي، وبالتالي وفرت عليك وقت كبير جدا كان بيضيع في المرحله دي. السيناريو الثاني انك تفرج العميل على افكاره الاوليه. بيجي لك عميل وبيقول لك والله انا تخيلي لمشروع كذا وكذا، وفي خلال دقيقه واحده ومن خلال وصفه وانت قاعد معاه تقدر توريه تصور سريع ومبدئي لفكرته، وكمان مع بدائل مقترحه تقدر تناقشها معاه. السيناريو الثالث التعديل على الصور اللي انت مصممها. عملت تصميم وجالك تعديلات جذريه بسيطه، ارفع التصميم بتاعك واطلب وضيف التعديلات، وفي خلال ثواني هتشوف كذا فكره للتعديل. مش لازم تاخدها بالحرف ولكن اتفتحت لك افكار تخيليه كتيره. فدول 3 سيناريوهات المهندسين والمصممين هيستفادوا منهم عن طريق ميد جيرني وبدايله. ندخل على اللي بعده. رقم 2 شات جي بي تي. ده عباره عن شات بوت، يعني تكتب له ويرد عليك. شات جي بي تي تبع شركه اوبن اي اي، دي منظمه لابحاث الذكاء الصناعي اللي اتاسست سنه 2015، وكانوا مدكنين التقنيه دي ورسميا اطلقوه السنه اللي فاتت. ده مش زي جوجل، لا ده حاجه تانية.
ده تعتبره كانه واحد صاحبك، تقول له سيبك من اللغه العربيه وكلمني بلدي، يقول لك حاضر يا باشا. ده مثلا تقدر تساله عن لو عايز تتعالج نفسيا، اساله قول له عندي مشكله نفسيه اعالجها ازاي بدل ما اروح للدكتور. ولو انت فني في مجال معين اساله على فنيات معينه في تخصصك هيرد عليك. اساله لو عايز تحل معادلات رياضيه او اكواد برمجيه، ولو عايز تكتب صيغه لبوست معين او تلخص كتاب معين. ده حتى عملوا امتحان للشات جي بي تي ونجح في الامتحان. لو الحلو قوي بعد ما يجاوبك تقدر ترد عليه وتقول له جرب تاني، مش عجباني الاجابه دي. لا فظيع. وطبعا في بدائل نزلت وتطبيقات كتيره بديله للشات جي بي تي، لو دورت عليها هتلاقوها، لان الشات جي بي تي مش متوفر رسميا في البلاد العربيه. ده غير ان اشتراكه $20 تقريبا في الشهر، بس احنا بنشغله عادي بطرق تانية مش هنغلب يعني. ده حتى في شات جي بي تي سكريبت جوه الماكس، مثلا تقول له اعمل لي دوران للمجسمات بشكل عشوائي فهيعمل لك سكريبت. بعد كده تروح تحدد الكتل اللي عايز تعمل لها دوران وتدوس على اكسكيوت، في ثواني هتلاقيه عملها. واعتقد ان الشات جي بي تي هيخش في حاجات كتير قوي الفتره الجايه. فالنوع ده من الذكاء الصناعي مفيد جدا في حاجات كتير. ندخل بقى على الفيديوهات وصناعه الافلام. رقم 3 رانواي. ده بقى خطير جدا. ده بيحولك النصوص الى فيديو، وبيحولك الصور الى فيديو، وبيحولك الفيديو الى كرتون او اي ستايل انت عايزه. دي بصراحه جامده جدا. انا ممكن اعمل فيلم كرتون او حتى فيلم سينمائي لوحدي، وبما اني بغير في ستايل الفيديو اقدر اعمل ستوري بورد، يعني مثلا اوزع التصميم باي اداه معايا واقول له تخيل ان دول مباني واعمل لي انيميشن بيهم. مش كده بس، انت ممكن تعمل بيه ريندر. ده غير انه بيعمل مونتاج وماسكينج وروتوسكوبينج، يعني تعزل الشخصيه من خلفيه الفيديو. بصراحه من اعظم الخدمات اللي قدمتها الذكاء الصناعي لحد دلوقتي. وفي مواقع تانية بتقدم نفس الخدمه زي كايبر، برضه بيحول الصور الى فيديو وبيحول الفيديو الى انيميشن. ده قوي جدا زي رانواي. وكمان موقع وارب فيجن وموقع بيكالابس نفس الكلام. وفي تطبيقات كتيره دلوقتي نزلت على الموبايل بتعمل نفس الحاجه، واعتقد انكم شفتوا نتائج المواقع دي على الفيسبوك والتيك توك. بصوا بقى اللي جايه. رقم 4 موقع وندر ستوديو. ده مش بيحولك بقى، لا ده بيشيلك خالص من الفيديو عشان يحط مكانك كاركتر جديد تماما انت تختاره، وبيعمل ريجنج انه بيتحرك نفس الحركه بتاعتك، وبيظبط الاضاءه والالوان، وبيعمل كومبوزيتنج عشان تبقى ماتشنج مع الفيديو. كل اللي عليك تعمله انك تصور نفسك فيديو. بصراحه من اقوى واروع الحاجات اللي شفتها في الذكاء الصناعي. حرفيا لحد دلوقتي بكل اللي فات اقدر اعمل بيه فيلم سينمائي لوحدي، لان الموضوع بقى سهل دلوقتي. رقم 5 وطبعا الفوتوشوب. اقوى تحديث على الاطلاق وهو بار الذكاء الصناعي الجديد جنريتيف فيل. كل اللي عليك انك تحدد في اي مكان في الصوره وتكتب اللي انت عايزه فيضيفهولك بطريقه احترافيه. انا مثلا قدرت بالفوتوشوب اني اكبر الاستوديو بالشكل ده واضيف كل اللي نفسي فيه، وابقى اعمل لكم فيديو مخصوص ازاي عملت كده. ممكن يبقى الفيديو الجاي. خدوا بالكم ده مش زي ميد جيرني تقول له اعمل لي كاركتر او كريت لي الصوره كامله، مش هيطلع لك نتائج احترافيه. هو قوي في الاضافات انه يضيف لك حاجات صغيره. انا لو كنت تجاهلت الذكاء الصناعي عمري ما كنت هستفيد من التحديث العظيم ده، وحقيقي التحديث ده فرق في شغلي جدا. وبالمناسبه الذكاء الصناعي موجود في النسخه الرسميه للفوتوشوب، مش محتاج تسطب نسخه البيتا، بس لازم تشترك في الادوبي كرييتيف كلاود عشان تستفيد من الذكاء الصناعي اللي فيه. وبما اننا بنتكلم عن تعديلات الصور ففي مواقع تانية زي ريبليكيت وموقع هوت بوت، دول لترميم الصور الابيض والاسود القديمه، بس عادي موجود في الفوتوشوب كل ده. والفتره الجايه هعمل لكم دروس فوتوشوب قويه جدا. وفي كمان موقع اسمه ايمج لارج، وده بيحسن لك جوده الصور المبكسله وكمان بيعلي جودتها. وفي برنامج تبع انفيديا اسمه انفيديا كانفاس، حتى انفيديا دخل فيها الذكاء الصناعي، وده حلو قوي في الرسم. بتقعد تشخبط شويه وتطلع بيه نتائج رهيبه جدا. مثلا بتدوس على الجبل ده وترسم، هتلاقيه بيصمم لك جبل واقعي جدا على نفس الشكل الرسم بتاعك. حلو بصراحه. وكمان موقع كنترول نت بيحول لك اي شخبطه الى صور، جامد جدا برضو. بالنسبه بقى للمهندسين، حتى الذكاء الصناعي دخل في الشغل الهندسي وبيحاول يساعدنا في شغلنا. اول موقع معانا ماركت جنريتيف ديزاين. ده بيعمل بلانات، بتقول له الشقه دي 3 غرف وصاله ومطبخ وحمامين مساحتها 120 متر مثلا، بيدي لك اختيارات لتقسيمه الشقه عشان تختار منها. وكمان بيعمل لك مناظير انتيريور واكستيريور للتصميم، بتوصف له شكل التصميم وبيعمله لك بجوده عاليه، وسعر الخدمه $30 في الشهر. هو موقع حلو، بس عايزين رايي هو حلو في حالات معينه، لكن شغل احترافي وتنفيذي الكلام ده ما ينفعش، وفي اخر الفيديو هتعرفوا ليه. طب الموقع ده مفيد جدا. تاني موقع بلان فايندر. ده عباره عن بلجن بيتضاف في الريفت او برنامج راينو. انت بتكون عملت بلان لحدود الشقه، بتحدد الجدران الخارجيه وبتقول له نفس الكلام قسمها لغرفتين وصاله ومطبخ وحمام، بيعملها لك بسرعه وبيدي لك اختيارات عشان تعدل زي ما انت عايز. وده بس للبلانات. تالت موقع architectures.ai.
وده بيشتغل بنظام PIM Building Information Modeling بنفس ذكاء الريفت وبنفس الطريقه، بس بدل ما ترسم بنفسك وتتعب صوابعك غالي عليهم زي ما انت عارف، فهتشتغل هنا بنظام الاختيارات، واشتراكه 40 و50 دولار في الشهر. هو في حاجات قويه وفعلا اسرع من ريفت ومفيد وهتنجز حاجات كتيره، بس انا شايف ان كل دي خدمات ضعيفه جدا ومش مستاهله ان يدفع فيها فلوس. رقم 4 ندخل على 3D. موقع luma.ai ده بقى ظريف جدا. ده عن طريقه بتعمل موديلز للمجسمات عن طريق المسح التصويري الفوتوغرامتري. بتاخد صور بالموبايل للمجسم من كل الزوايا وبيحولها لك الى 3D موديل. هي مش حاجه جديده، هو بالفعل في ابلكيشن اسمه رياليتي سكان تبع الانريل انجن بيعمل نفس الحاجه بالظبط، وبيحولك الكتل بامتداد FBX وبتستخدمها في الانريل انجن او اي برنامج تاني. بس لوما AI من الخدمات المحترمه في عمل 3D موديلز. رقم 5 كيديم، والموقع ده بتحط له صوره او رسمه وبيحولها لك الى مجسم 3D بس بدون خامات، انت بتلونه وبتحط له خامات بعد كده. الموقع مش هيفيدنا كتير في الشغل المعماري، بس الناس قعدت تتكلم عنه معرفش ليه، ولذلك انا ذكرته. الموقع ده هيفيد الناس اللي شغاله 3D ارتست اكتر. رقم 6 تافي. هنا انت بتكتب له مواصفات الكاركتر اللي انت عايزها وبيحولها لك الى مجسم 3D. الموقع مش جديد برضو، في برنامج بالفعل اسمه اي كلون نفس الفكره، بس بدل ما بتختار شكل الكاركتر هنا بتكتب له مواصفاته. نخش على الريندر. رقم 7 Viras.ai. ده بلجن بيتحط في الريفت والسكتش اب وبرنامج الراينوسيروس، وبدل ما تعمل ريندر عليهم هو هيعمل لك ريندر ويغير لك البيئه على حسب طلبك، وممكن تعمل ريندر لاماكن محدده في الصوره وتعدل زي ما انت عايز. بس في مشكله انه بيغير في شكل المبنى وبيرتجل وبيتصرف من دماغه شويه. بس بشكل عام الخدمه دي ممتازه جدا وبتدفع 50 دولار مقابل الخدمه دي. وفي كمان موقع اسمه Arco.ai نفس الفكره، بلجن داخل الريفت والسكتش اب والراينو، وبيحول لك التصميم من داخل الفيو بورد الى صور ريندر بواقعيه عاليه. بس كده، ودول كانوا خدمات الذكاء الصناعي اللي بتساعدنا في الشغل الهندسي. واخر الفيديو اقول لكم رايي. خلينا بقى نتعرف سريعا على باقي خدمات الذكاء الصناعي اللي مش مهمه بالنسبه لي بصراحه، بس ممكن تكون مناسبه لتخصصك، ولذلك هذكرهم. رقم 1 موقع اكول. ده بيغير الوشوش، بيحط مثلا وشك في فيديو او صوره. مين شاف الفيديو بتاع علي ربيع اللي انتشر على التيك توك؟ اتعمل بنفس الطريقه. وفي برنامج بيتسطب على الكمبيوتر اسمه سواب فيس بيعمل نفس الحكايه وبيدي لك 10 فيديوهات في اليوم. وفي تطبيق على الموبايل اسمه ريفيس بيعمل نفس الحكايه. وفي تطبيقات كتيره دلوقتي بتقدم نفس الخدمه، بس اقوى واحد فيهم لحد دلوقتي هو موقع اكول. رقم 2 skybox.ai. ده بيعمل صوره المدينه كامله بناء على طلبك لستايل المدينه، وبيفرجك عليها 360 درجه. يعني مثلا هنا اكتب ايجيبشن سيتي انه يعمل لي مدينه مصريه ويكون شكلها رياليستيك وجنريت. حلو قوي الكلام ده. كل دي اهرامات. والله انا حبيت الموضوع ده قوي. طيب رقم 3 موقع توم اب. ده بيعمل برزنتيشن كتابه وصور زي الباوربوينت كده. معانا كمان موقع سوبر هيومن اب. ده بقى شغل الايميلات، بيقرا لك الايميلات وبيقترح لك اجابات مناسبه للايميل اللي جالك، وبيجي لك كذا اقتراح للاجابات لو عايز توافق لو عايز ترفض. هو بيدي لك ردود جاهزه بناء على الايميل اللي قراه وباي لغه. نخش بقى على تعديل الاصوات. في برنامج اسمه فويس AI. ده بيغير الصوت باي شخصيه تانية او حتى بصوتك. بعد ما تحمل البرنامج هيدي لك عدد محدود من النقاط، 5000 نقطه تقريبا، وبعد ما تخلص لازم تشترك. البرنامج لسه في نسخته التجريبيه بيتا، وفي مواقع كتير اتعملت بخصوص موضوع الصوت ده. وطبعا كلنا سمعنا اغنيه ام كلثوم وهي بتغني انا مش عارفني بتاعت عبد الباسط حموده، مش عايز اشغلها عشان ما يجيليش سترايك. وكمان موقع فوكال ريموف. الموقع ده بيفصل الصوت عن الباك جراوند ميوزك ويطلع لك الصوت صافي. ومعانا كمان موقع اسمه مارف AI. ده بيحول الكتابه الى صوت. يعني تخيل لو مش عايز تسجل صوت اكتبها بس والذكاء الصناعي يسجلها لك. بس في حاجه هنا، هو تمام باللغه الانجليزيه، لكن لو عايز تحول الكتابه العربي الى صوت لازم يكون الكلام مشكل. فبتروح على موقع شكل لي وبتشكل النصوص العربيه وترجع تنسخها على الموقع وهيشتغل معاك. واخر موقع معانا DID وموقع سينتيشيا. دول عجبوني بصراحه. دول بيدمجوا الصوت مع الصوره، بمعنى انه بيخلي الشخص في صوره ثابته يتكلم بعد ما تضيف له التسجيل الصوتي، وكمان بيحول النصوص الى صور. وده معناه اننا نقدر نعمل فيديو كامل من غير ما تتكلم ولا تسجل لنفسك فيديو، وده عشان المشاهد ما يحسش بالملل. دايما الدرس السمعي والمرئي اكتر تشويقا من القراءه، وجوده الخدمه دي مقبوله، بس دي مش حاجه عمليه ان احنا نعمل كده من وجهه نظري، الا مع الناس اللي ما تقدرش تسجل وتصور نفسها لايا يكن السبب. وطبعا في حاجات تانية عن الذكاء الصناعي، بس تسليط الضوء اكتر على دول، والموضوع ما انتهاش لحد كده. كل يوم بيقدموا خدمات وبتطلع حاجات جديده،
والمواقع دي رغم ان بعضها قويه جدا ونتائجها حلوه بس لسه حاليا تجريبيه في مرحله البيتا. ده الجيل الاول من انظمه الذكاء الصناعي، يعني لسه هيتطور اكتر من كده. طيب ازاي نكون مستعدين؟ لازم تبقى متابع للتطور اللي بيحصل ومتدرب على التعامل مع المنصات الخاصه بشغلك، وتهرب من فكره الانكار اللي عمياك عن الحاجات الجديده اللي حواليك، زي الناس اللي بتقول ان الذكاء الصناعي ده ولا حاجه. لا، ده داخل في كل حاجه. عندك شركه اوبن اي اي اعلنت السنه اللي فاتت على عقد شراكه مع مايكروسوفت، يعني مش بعيد الفتره الجايه هتلاقي الاي اي داخل في كل البرامج اللي بتشتغل عليها بعد كده. ادخل دلوقتي دور على المنصات اللي تقدر تستفيد منها عشان تطور نفسك في مجالك. المستقبل هيكون للي بيستعد له وجاهز للتعامل مع معطياته. ولو انت رافض تعرف اي حاجه عن الذكاء الصناعي عشان عارف ان الخدمات دي باشتراك وانك هتدفع فلوس، او انك بتحاول تشترك بس البنوك في مصر رافضه انك تشتري اي حاجه بالعملات الخارجيه، وده اللي حصل معايا وانا بسجل الفيديو ده، فخليني اقولك على تركايه حلوه قوي تخليك تستخدم الخدمات دي من غير فلوس، بس مش على طول، يعني تطول في استخدامها شويه. ايه اللي بيحصل؟ انت بتسجل بايميلك على المواقع دي وبتشتغل بيه شويه، خلصت الفتره التجريبيه، بعد كده يقول لك اشترك، صح كده؟ طب ماذا لو عملت ايميل جديد كل شويه؟ هتقدر تستخدمه اكتر لانك هتسجل بيه تاني، بس مين ليه طولة بال يعمل كده؟ ولذلك في موقع حلو قوي اسمه تمب ميل، بيدي لك ايميل وهمي عشان تستخدمه، بتنسخه وتروح لموقع ليوناردو مثلا عشان تسجل بيه. بعد كده هيطلب منك الفيريفيكيشن كود اللي هو كود التفعيل، بترجع تاني للتمب ميل تاخد كود التفعيل، بعد كده تحطه في الموقع، وكل مره بتعمل كده لما بتخلص الفتره التجريبيه، وبكده هيفضل شغال معاك على طول. اي خدمه. انا حاسس اني بقيت شريري، المفروض ما اقولش كده، بس البنوك في مصر يشغلوا لنا الكروت بتاعتنا عشان نعرف نشترك، اكيد لو اشتركت هرتاح من الدوشه دي. المهم، الذكاء الصناعي موجود عشان يفيدك مش عشان يبدلك. الذكاء الصناعي موجود عشان يخلي حياتنا احسن، وهم قالوها الغرض من الاي اي هو رفع كفاءة الموظفين مش عشان يقضي على وظائفهم، وانا مقتنع بده. انا ما انكرش ان في ناس تضررت من الذكاء الصناعي، بس مين المتضرر؟ الناس ذو المواهب الضعيفه اللي ما بتستثمرش في نفسها وما بتطورش امكانياتها. وحتى بعد كل الحاجات اللي عاملينها دي مفيش حاجه تقلق. مفيش ذكاء اصطناعي يقدر يعمل لك فيديو 3D لمنتج تفصيلي، ومفيش مهندس هيطلب من ميد جيرني تصميم فيلا ومخطط شوب دراوينج ويروح ينفذها، يجرب كده ويقول لي ايه رايه في الذكاء الصناعي. ده لو في نص سحر صناعي ما يعملها. مهنتنا بتعتمد على التصميم والقياسات الدقيقه، مش مجرد ريندر او صور مبهره. التصميم المعماري اعمق بكتير من انه يختزل في مجموعه من الصور بيجمعها لك الذكاء الصناعي. الحاجه اللي هتبقى صعبه على الاي اي هو الحاله والتجربه اللي بيعيشها المعماري مع كل مشروع، واللي بتكون نابعه من تجاربه وثقافته. طيب خلينا نفترض جدلا ان الاي اي وصل لمرحله انه يقدر يعمل كل حاجه ويقعد الناس في البيوت. هل تفتكر ان العملاء اصحاب المشاريع هيعتمدوا على نفسهم ويستخدموه في الشغل؟ ما هو محتاج الفني اللي يعرف يوظف الاي اي ويطلع منه النتائج اللي هو عايزها. ما هو كل ما هتعلي الدقه كل ما يطلب تفاصيل اكتر وادق. طب سيبك من ده، هو الاي اي لو وصل للمرحله دي تفتكروا ان هيدي الخدمات دي ببلاش؟ هيدفع العميل اكتر بكتير من اللي انت هتاخده. وفي نقطه مهمه هنا لازم تعرفوها، مش اي واحد هيعرف يتعامل مع الذكاء الصناعي. بمعنى لو انت خايف ان لو العميل مش محتاجك بقى خلاص لانه هيعمل اللي هو عايزه بالذكاء الصناعي، تبقى غلطان. عشان تتعامل مع الذكاء الصناعي لازم تكون فاهم في فنيات التخصص عشان تعرف تاخد منه الحاجه اللي انت عايزها. يعني لازم يكون حد فني صاحب مهنته وفاهم في تخصصه عشان يعرف يستخدم الاداه دي، مش اي حد كده وخلاص. البرنامج محتاج الهيومن انبوت، الادخال البشري اللي فاهم في تخصصه. ده حتى ظهرت وظيفه جديده زي البرومبت انجينير، ده مهندس شغلته انه يتكلم ويتعامل مع الذكاء الصناعي عشان ياخد منه اللي هو عايزه. واي حد صاحب مشروع او عنده بيزنس، الناس دي ما بتشتغلش بايديها، اي حد دارس اداره اعمال فاهم كلامي. خلاصه الفيديو، لو انت ما بتطورش من نفسك وفضلت زي ما انت، الذكاء الصناعي هياخد مكانك، والغباء الصناعي هياخد مكانك، واي حد هياخد مكانك. وما تقللوش من نفسيكوا عشان احنا اقوى من كده بكتير. بطلوا لعب وضياع وقت، اشتغلوا على نفسيكوا والله هتوصلوا، وخليها على الله. اركبوا الموجه. انا مثلا متخصص في حاجه معينه، بس عيني على باقي المجالات اللي حواليا ومتابع جديد، ولازم اثقف نفسي في مجالي، دي حاجه مهمه جدا. فلازم نفهم الذكاء الصناعي وازاي نتعامل معاه ونستخدمه لصالحنا ونستفيد منه بطريقه عمليه. اعتبره موظف شغال عندك عشان يزود قوتك وادائك. وعلى فكره انا حبيت الذكاء الصناعي والحاجات اللي عاملينها لاني استفدت منها في شغلي. بس كده اعتقد اني غطيت كل حاجه تخص الذكاء الصناعي حتى وقتنا هذا، ولو في اي حاجه جديده مهمه هتفرق معانا في شغلنا هطلع اتكلم عنها. ولو عجبكم الفيديو حابين اشرح لكم اهم مواقع الذكاء الصناعي بالتفصيل، عرفوني واكتبوا لي تحت في الديسكربشن. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير والحاجات دي علشان اليوتيوب الجوريزم ينتبه اني باذل مجهود كبير ويكبر قناتي. واستنوني الفيديو الجاي عشان هعرفكم ازاي كبرت الاستوديو بالذكاء الصناعي. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.